السلام عليكم اخوتي، صحه فطوركم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير رياكسيون على مدينه الجزائر العاصمه. غادي نشوفوا واحد الجوله فيها ونشوفوا الجزائر كيفاش دايره والمناظر ديالها كيفاش دايره. بسم الله نتمنظروا نكتشفوا. بنت لي وقيلا الدنيا عامر، يمكن وقيلا هذا في الاجواء رمضان. واو، هذا المسجد واعر ما شاء الله. هادشي دايرين ليه في القبه هذاك ستيل ديال الضوء وكيبان واعر. الخوت هاد المسجد شنو الاسم ديالو في العاصمه؟ هاد المسجد بالضبط انا بدا حمقني الصراحه. عرفتي فيه الاضواء ما شاء الله. واو. اول حاجه غادي نهضر على واحد الحاجه لاحظتها، بلي الجزائر سبحان الله مضويه منوره قسما بالله. الا شوف الليل ومنوره واحد فيها واحد النور ما شاء الله. الضواو في ما مشيتي كاينين الضو. هاد الملاحظه لاحظتها بزاف صراحه. هادي قليل فين انا كنشوف الصراحه الضو كيكونوا في البنايات، زعما في البنايات كاينين الضو بزاف وفي الشوارع. يعني ما شاء الله ما شاء الله. الصراحه هاد الجمال اللي انا لفت لي انتباه بزاف، اقسم بالله الا لفت لي انتباه. ما شاء الله غزال والله. هادشي لاحظت باللي كل بلاصه كتشوفها في الجزائر كتبالك فيها واحد النور قسما بالله. واخا هي مدينه كيبالك الراحه ديالك النفسيه كتحس بها. الخوت نقول لكم واحد النقطه، انا قبل ما كنتش يصحاب لي الجزائر بحال هكا. الجزائر كانوا كيطلعوا لي لي فيديو الناس كيديروا واحد الفتنه وكيبينوا واحد الصوره اللي ما كايناش في الجزائر. داكشي علاش انا ما كانش كيصحاب لي الجزائر دايره بحال هكا. هاد الجماليه اللي فيها كان كيصحاب لي، يعني هي الصراحه خايبه، والجزائر يعني كيعطوك واحد الصوره خايبه. ولكن انا واخا كان ندير داك الفكره في راسي، ما كنهضر بالخايب على الجزائر ولا كنسبهم ولا نعيرهم. انا ماشي من داك النوع اللي ندخل الكومونتيرات ولا نادي شي ناس. انا ما دايرين ليا حتى شي حاجه، بالعكس الجزائر خوتنا. احنا بحال يعني انا بالنسبه لي كاينين الناس اللي ما عندهمش داك الغيره والحقد ويغير من شي شخص، وكاين الناس اللي فيهم داك يا ربي تسمح لي كابرين في داك الشيء، يعني عندهم في القلب ديالهم. ولكن انا سبحان الله قد ما زدت اكتشفت وكنتفرج في لي فيديو وكندير رياكسيون، انا براسي كنتصدم وكنشوف من الجماليات الجزائر في كل شيء. شوف دابا ديما ماشي تقول عليها ماشي جزائر، هذه راه تقول عليها جزائر اوروبيه ماشي بلد افريقيه. الصراحه انا تمتعوا ليا. انا كنتمنى هذوك الناس اللي كيديروا ولكن يكون ما كيطلع لهم هذا الشيء اللي كيديروا انتقادات، زعما يكونوا ما كيدخلوش يقلبوا يشوفوا الجزائر كي دايره، ولا هما كيصحاب لهم هكاك الجزائر. تمتعوا ليا شوفوا ليا البلد اوروبي هذا صراحه. الخوت وفي النقاوه ما يمكنش نقولها لكم بصراحه. مليار على مليار، مليار على مليار، ماشي 10 على 10. هذه كلمه حق كنلاحظها ديما في الجزائر. كنقولها في لي فيديو بعض المرات فاش كنشوف المناظر هكا في الشوارع، كنشوف النقاوه كتبان لك الارض بحال المرايه. تناسي ليها ما شاء الله. شو صراحه تحشم تعاير الجزائر
ولا تقولي عليها واحد الصوره خايبه وهي ما عندهاش ديك الصوره، تحشم. انا والله نمرق قسما بالله، بلا كنت واحد يبين صوره زوينه، يبين الواقع. دابا الخوت دابا اللي ما عارفش الجزائر يشوف الجزائر زعما يشوف هذا الفيديو الا ما قراش العنوان ما يعرفاش الجزائر. يعني قوت ما الناس كيبينوا له داك الصوره، بالعكس الواحد خاصو يكتشف، يدخل يدير روشارج، يقلب، يقول واش واش الجزائر حتى لهاد الدرجه دايره هكا. بالعكس راه فاش يتعمق اقسم بالله حتى يتصدم. فواحد النقطه انا واحد النهار كنت في واحد الصالون، وكانوا واحد البنات كانوا كيهضروا بواحد الحاجه خايبه على الجزائر، كيقولوا الجزائر خايبه، كيهضروا لها بالسوء الصراحه. انا بديت نهضر معاهم تنقول لهم شوفوا انا الراجل ديالي الزوج ديالي داير واحد المحتوى رياكسيون، بالعكس هو عايش في اوروبا ومتفاهم مع الجزائريين، كنقول لهم راه الجزائريين ما دايرينش بحال هكاك، بالعكس راه ناس ملاح ومزيانين. كنقول لهم بالعكس شي تشوفوهم مباشره وتعيشوا معاهم تحيدوا ديك النظره خايبه. وتنقول لهم شوفوا الجزائر شي تصدموا فيها، الا دخلتي قلبتي عليها وشتيها تصدمي، ما غاديش تقولي هذه بلد افريقيا، هذه تقولي بلد اوروبي، قسما بالله العلي العظيم بلد اوروبيه، كلمه حق هذه. تبارك الله. الخوت بانوا لي الباطوات تما، واش هذوك الباطويات هما كيكونوا تما، واش هذوك ديال السفر ولا هي محطوطين يعني ديال داكشي اللي كيهزو، يمكن داكشي ديال المواد وداكشي. بغيتي نعرف واش هاد البلاصه هي اللي كتكونوا كيسافروا منها الناس اللي كاينه في العاصمه. هاتي الضواو 10/10 ما شاء الله. الميناء هذا شنو هاد البلاصه شنو فيها؟ تبارك الله الجردة كبيرة ما شاء الله. الخوت عندي سؤال نطرحه لكم، حيت انا درني راسي، انا براسي كنزيد كنكتشف معاكم. هاد البنايات هاد البنايات واش كي يعني بنايات يعني للسكن، ولا بنايات اللي ديال شي حاجه اخرى، واش ديال الشغل ولا كيستعملوهم لحاجه اخرى؟ انا اللي درني راسي بغيت نعرف واش الناس عايشين في هاد البنايات. صراحه الخوت انا ما كرهتش كنت عايشه هنايا، قسما بالله الا قبيله قلتها للزوج ديالي، قلت لي قوه ما كتزيد تتصدم في الجزائر وكتحبها. انا صراحه الجزائر حبيتها كتر ما فاش دخلت لهاد الدومين، اقسم بالله العلي العظيم. بالعكس كنزيد نكتشفها كنكتشف المدن ديالها وكنكتشف ناسها وشعبها وبزاف د الحوايج كلشي كنكتشفو. يعني وليت كنعشق، كنقول ما كرهتش كون كنت انا مقيمه تما. عرفتي باش الخوت تخرج تسركل في هاد البلاصه، في هاد الحي اللي راقي، اللي ما نقدرش نقول لك راقي لاكثر درجه. انا ما كرهتش كون كانت حومتي بحال هكا بكل وضوح. بعدا سعدات الناس اللي عايشين هنايا، اقسم بالله سعداتهم.
اشغال، خدامين على الاشغال تبارك الله عليهم، زعما كاينه الخدمه. الخوت نهضر معكم بواحد نقول واحد الكلمه لانني انا فرق كنلاحظه. انا بحكم انني كنشوف كندير رياكسيون، كان مع الزوج وكنكتشف، وهذا كنلاحظ بلي الجزائر كما قلت لكم راها بلد يعني مضويه فيها الاضواء بزاف، واي زنقه كدوز لك ما كيبانش لك بلي شي زنقه الضو خاسر الضو طافي هذيك هذاك، ما كيبانش لي الصراحه. يمكن نتوما فيما كيخسر شي بولا كيجي المعلم كيصاوبها داكشي ديال الاضواء وداكشي. بحكم حنايا في المغرب، انا بحكم انني البلاصه اللي ساكنه فيها في الرباط، مثلا الحي اللي انا ساكنه فيه واحد الحي زوين يعني نقيق، يعني ماشي حي شعبي ولا شي حاجه بزاف. كي الاضواء بعض المرات كيخسروا لينا في الاحياء، تيبان لك الضو طافي، الضو كل مره الزنقه طافيه، وتيبقى واحد المده واحد السيمانه عاد باش كيتصاوب. يعني انا اللي كنقول مع راسي زعما يعني نورمالمون الضو بحال هكا طفى في واحد الزنقه كيبان لك الظلام حتى دير بيل، نورمالمون خاصو يتصاوب ديك الساعه على الاقل داك النهار ولا الغد ليه ما يفوتش، باش تبقى مثلا الحومه طافيه بحال هكا كتجيني في شكل الصراحه والله. يعني هذه ككلمه حق باش الواقع ما عندي لاش نكذب. والخوت نقاوه ما يمكنش. هذا ما عرف شنو هو. على ما اظن هذا اللي فيه هذا الشرجم اللي بحال هكا اللي في هذا القنت اللي على اليمين، يمكن وقيلا جامع جا لداخل يمكن، ياك صحوا لي لا غلطت. هذا الخوت اللي فيه الدروج هو الجامع. والصراحه حتى الحيوط كنلاحظهم انكم عندكم نقيين. الحيوط ديال واش كيتصبغوا كل عام ولا مره في شحال؟ يمكن وقيلا الصباغه اللي كيدير لكم صباغه زوينه ما كتقشرش. باينه جامع ياك. دابا الخوت ربي لما قولوا لي دابا هاد الصوره اللي كتبان لكم واش ماشي احسن من اوروبا؟ الا جينا نهضروا على الواقع والحق، واش ماشي احسن من اوروبا هاد البلاد؟ انا بالنسبه لي بلد متقدمه وبلد جميله، وبلد بلد شعبها زوين ومثقف وقاري، وفي مك مشيتي الجزائر واصله. دخلنا لكم بالله ما كتبانش هذه بلد احسن من اوروبا. انا بالنسبه لي كنشوف هاد احسن من باري، احسن من باري مسخه هذه ما نناقشوش فيها. انا بالنسبه لي الجزائر نمبر 1 على باري، والله العلي العظيم الى كلمات حق. جزائر نمبر 1 على باري ولات مسخه، ناسها مسخين يعني وسخوها، الاحياء مسخين، يعني تيبان لك الارض يعني ما كايناش داك النظافه، ما كايناش. الجزائر الارض تنعس عليها، اقسم بالله الا تنعس عليها تاكل فيها، تجلس وتحط وتاكل فيها. انا بعدا كنتصدم كنكتشف معكم كنتصدم انا هذه راه بالنسبه لي احسن من اوروبا، حيت انا الزوج ديالي فاش يكون خارج في الشوارع وهذا ما هو عايش في اوروبا كيبقى يوريني، تنبقى نقول له شوف نتوما في اوروبا والارض عندكم مسخه بحال هكا، قسما بالله تنقول له عندكم الارض مسخه يعني حتى لهاد الدرجه، الاحياء مسخين يعني زعما اوروبا تيقولوا عليها متقدمه، ولكن بالنسبه لي خاص تكون النظافه. مي في الجزائر عندهم النظافه مليار على مليار، هذه الواحد ما يناقش فيها الخوت. فين هما المغاربه اللي كيستفزوا الشعب الجزائري ولا تيقولوا الجزائر عايشه في الفقر والجزائر بلد عايشين في البرارك؟ فين هما المغاربه اللي كيهضروا انا بغيت نفهم واش عينيكم خاصكم ديروا لهم ضادر تمسحوهم، ديروا لهم كلينيكس
واش هادشي هادشي راه احسن من اوروبا. كتقولوا على الجزائر بلد غير متقدمه. لا، بلد متقدمه. عرفتي تخيل باش دار تشوف فيها الضوء، وهاد اول مره نشوفها في شي بلاد الصراحه في العالم. كنشوف الديور فيهم الضوء، يمكن كيكونوا 11 راجل الديور مضوئين. الديور مضوئين اول مره نشوفها في حياتي الصراحه. انا عمرني صراحه في المغرب عمرني شفت كاع الديور فيهم الضوء بحال هكا الصراحه. خوت واش هذا التران ولا الترام؟ هذا هادو اللي ما عرفتش، هادو اللي فيهم الغشاوات في الزرق شنو هما؟ هادو اللي فيهم بحال الكيطون ديال شنو كيصلحوا عندكم نتوما في الجزائر الخوت؟ حيت بان لي فيهم بزاف كاع البلايص فيهم زعما في هاد المكان هادي. هاد الحافله اللي تبع ديال النقل هادي ديال اللي كيتساروا فيها الناس، شحال يكون الثمن ديالها؟ واش كتكون على حساب انت البلايص اللي بغيتي تمشي ليهم، ولا كتكون هكا كدور كسياحه يعني كيدوك كاع الاماكن كيدوروك تور على العاصمه؟ وشحال الثمن ديالها الخوت؟ مثلا الا كان جاي سياحي بحال هكا شحال يكون الثمن؟ وبغيت نسول واش كيكون الفرق الثمن كيف الشعب الجزائري وكيف السياحيين؟ واش كيكون نفس الثمن؟ مثلا شي بلايص يعني بحال الصومعات بحال هكا شي اماكن تاريخيه يعني كيمشيو لهم الناس كيزوروهم، واش يكون نفس المكان الثمن نفس الشعب والسياحيين، ولا كيكون بحال ولا كاين الفرق؟ حيت حنايا في المغرب عندنا مثلا كاين الاماكن اللي الزياره مثلا داكشي ديال معماريين، داكشي قديم سياحي، كان يكونوا الاثمنه فرق، كيكون زايد ديال السياحين على الشعب كيكون شويه. خوت هذا هو المقام ديال الشهداء ما شاء الله. الضو كيفاش اللي عاطي في داك المقام يعني ضربته في الشارع، عاطي الضو كتير ما شاء الله.
والله الا حاشاكم زبله كاغيط ما كيبانش لك في الطريق، والله الا العظيم كاغيط ما كيبانش لك في الطريق. انا بغيت نلقى شي كاغيط يبان ليا ما كاينش والو. خوت هذا ديال مقام الشهداء، واش فيه شي بلاصه لداخل كيجيو يزوروا فيها شي متحف ولا فيه شي حاجه، ولا ما فيه حتى شي حاجه لداخل؟ حيت انا ما عنديش فكره عليه الصراحه. نتمنى انكم تعطوني الفكره اللي انا بغيت نعرف على هذا المقام الشهداء، ولا كتبان لي خاوي الصراحه صراحه. وهاد المقام ديال الشهداء، هاد المكان اين عام تأسس الخوت؟ اين عام؟ واش يعني من زمان ولا عنده شي تاريخ قل؟ تقدروا تخليو لي في الكومونتير وتقولوا لي القصه ديالو. الخوت هنا غادي نخليكم، والصراحه كما قلت انا الجزائر كنشوفها كمدينه زوينه، وماشي غير زوينه بزاف، وبلاد نقيه وما عندك ما تقول عليها. يعني اي شخص كيبغي ينتقدها، هذاك اللي كينتقد الواحد عمرو يتسوق ليه الصراحه. الواحد اللي بغى يعرف شي حاجه يدخل الانترنت، راه الانترنت دابا ولا كيوري كل شيء، اي بلاد بغيتي تعرفي عليها. والجزائر انا بالنسبه ليا بلد بصراحه ما نافقش احسن من اوروبا. كما قلت لكم راه باري هي احسن من اوروبا. كما شفت هاد المدينه ديال العاصمه، انا بالنسبه ليا احسن من اوروبا بألف درجه صراحه، احسن من باري بألف درجه. ما تقارنش الجزائر اوروبا مع باري مع الجزائر. هذيك كلمه حق، والنقاوه ديالها وما شاء الله الضوء وكيفاش منوره الصراحه ما شاء الله. الله يخلي لكم بلادكم والله يخليكم ديما الفوق. وكنتمنى انكم تدعموني وتخليوا لي ابوني، وراه كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين. وشكرا لكم ومع السلامه الخوت.